السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أكون سعيدا دائما عندما ألقاكم وألتقي بكم في هذا الفضاء من أجل الحديث على عدة مواضيع تتعلق بالرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. اليوم سنتحدث ونتكلم عن بعض الأحداث المؤسفة التي وقعت في الجولة الفارطة، سواء في المحترف الأول أو في القسم الثاني هواة، دون ذكر الأسماء، وهذا احتراما للأندية وللمناطق وللمناصرين الحقيقيين. لازم الجميع يتقبل فكرة أن كرة القدم هي لعبة تجعلك وتعمل على أنك تتعرف على الآخرين وتقيم معهم علاقات أخوية على المدى البعيد، وخير دليل على ذلك أنه العديد من المناصرين أصبحوا الآن أصدقاء أو بمثابة العائلة الواحدة. هذا العام شهدنا في معظم الملاعب الجزائرية صور جميلة، تيفوات، أغاني، أهازيج، والتي تزيد الحماس الكروي. صحيح لابد أن نعترف بوجود التنافس والغيرة الرياضية بين الفرق وبين جماهيرها، يعني كل واحد يحب فريقه يفوز، وهذا عادي أو منطقي داخل في كرة القدم في مبدأ التنافس. لكن المؤسف والعيب والمخجل أن نجعل هذه الكرة أو الجلد المنفوخ يكون سبب في التفرقة بين أبناء البلد الواحد، لأننا كمتتبعين للشأن الكروي في الجزائر نفرح ونسعد كثيرا وننشر صور الأخوة والمحبة بين مختلف الجماهير الجزائرية، لأن تلك الصور تدل على أصل المناصر الجزائري الحر والأصيل. لازم علينا نجعل المباريات مجرد بليزير فقط، وليس شيئا أساسي، يعني نروح نشجع فريقي بكل قوة وحماس، وكي تخلص المباراة سواء ربحت أو انهزمت ليست نهاية العالم، نروح لديورنا عادي. عليه لازم نرمي الحجر أو نسب أو نشتم المنافس، وهذا في ديننا الحنيف الجميع يعلم أنه حرام ولا يجوز. الجميع يخرج في أمان، لاعبين، مسيرين، رسميين، ولكن العجيب أن هناك فئة من الجماهير تبقى تتلاشق فيما بيناتها، سواء بالحجر سواء بالشتائم، واللاعبين فيما بينهم يتعانقون ويتبادلون القمصان عند نهاية المباراة، وكاين منهم ليروح في سيارة واحدة. لذلك الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، بين أبناء البلد والشعب الواحد. فالجزائر واحدة متوحدة وعلى الجماهير الجزائرية وجماهير الفرق الجزائرية أن تكون واعية، وأن تكون أيضا متفهمة بأن كرة القدم مجرد لعبة وفقط. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.